شاب سوري من ريف محافظة اللاذقية كان رايح ينتقم من الشخص يلي قتل أخوه ويرتكب أكبر غلط بحياته، لكن القدر وقف بطريقة خلته يعيد كل حساباته. اتذكروا القصة حقيقية ولكن الأسماء من وحي الخيال لحفظ الخصوصية، ولا تنسوا تكشكشوا لنا الفيديو بكتير لايكات. ويلا نبدأ. يسعد لي أوقاتكم جميعا، أتمنى تكونوا بصحة وسلامة. القصة اليوم هي عبارة عن قصتين بقلب قصة واحدة. هذا يا سادة يا كرام كان في أخين، الأول اسمه يزن والتاني اسمه كريم. الفرق بيناتهم بالعمر تقريبا 2 سنين. هالولدين كانوا الجيران يحنوا عليهم كتير، كيف لأ وهن أيتام، أبوهم متوفي من زمان الله يرحمه، أساسا ما بيوعوا عليه أبدا. وبعد ما توفى الأب، مع أنه أمهم كانت صبية بس قررت ما تتزوج وتفرغ حياتها لتربي أولادها وتكبرهم. أما بالنسبة للوضع المادي فكان سيء كتير. أهل الأب ما كانوا يحبوا الأم أبدا، ومجرد ما توفى الأب قطعوا علاقتهم فيها وبالأولاد كمان. والأم المسكينة ربت منزل ما بتشتغل، فصاروا الجيران والقرايبين يتحننوا عليهم، شي بالأكل وشي بالتياب، ويا دوب ماشيين حالهم على القد. بسنة 2001 كان يزن عمره 13 سنة وكريم عمره 11 سنة. بيوم من الأيام كانوا طالعين يلعبوا يتمشوا بالضيعة يلي كانوا ساكنين فيها بريف محافظة اللاذقية. والضيعة صايرة على البحر، بس مو على الشط والرمل، صايرة مثل مرتفع صخري عالي والبحر غميق لتحت. وهن عم يلعبوا قريب من هالمرتفع الصخري شافوا صيادين حاطين سمك بدهم يبيعوه. الولدين بس شافوا السمك رف قلبهم، صار لهم زمان طويل ما أكلوا لا سمك ولا لحمة ولا أي شيء، واشتهوا من كل قلبهم ياكلوا سمك. اطلع يزن الكبير بأخوه كريم وقال له: كريم، شو رأيك ناخد كم سمكة ونقول لماما تعمل لنا ياهن؟ تحمس كريم الصغير وقال له: يا ريت والله. وصاروا يفكروا كيف ممكن يجيبوا سمك وهن ما معهم ولا فرنك. قال يزن: إذا رحنا طلبنا منهم ما حدا رح يعطينا ببلاش، شو رأيك نتسلحب على الهادي ونسحب سمكتين على السريع وناخدهم لماما؟ ويعني ولاد بعمر 13 و11 تحمسوا وفكروا بس بأكلة السمك، وأول مرة بحياتهم بيمدوا إيدهم على شي مو إلن. تسلحبوا وشالوا فرخين سمك وخبوهم تحت تيابهم وركضوا. انتبه عليهم صاحب السمك، كان اسمه بوقتها فريد، وصار يصرخ: يا حرامية تعالوا لهون. الولدين بلشوا ركض وفريد عم يصرخ وراهن، فما بتشوفوا يا جماعة غير طلع سلاحه لحتى يخوفهم حسب ما قال بعدين، وكان بده يرمي طلقات بالهواء أو تحت إجريهم مشان يحرموا يسرقوا مرة تانية. بس السلاح مثل ما بتعرفوا موكل عليه إبليس، وطاق الرصاصة ما اجت بالهواء، اجت بيزن وهو عم يركض على المرتفع الصخري. اختل توازنه المسكين ووقع فورا بقلب البحر الغميق. أخوه كريم انصدم وتجمد بمكانه وما عرف شو يعمل. عم يتطلع بأخوه يزن بقلب المي عم يلعبط ومصاب، وما عم يقدر يسبح وهو عم يغرق، وكريم واقف مو قادر يتحرك ولا يصرخ من هول الصدمة. وفريد لما شاف الولد انصاب ووقع بالمي اجته الجمدة وصار يصرخ ويقول: أنا شو عملت، أنا شو عملت. التمت العالم على الصوت ونزلوا على المي لحتى يطالعوا يزن، بس كان غرق وتوفى الله يرحمه. العالم مسكت فريد وصاروا يصرخوا عليه: الله لا يوفقك، شو عملت؟ روحته للولد، لك هاد يتيم مو حرام عليك؟ وفريد يبكي ويقول: والله ما كان قصدي، والله بس كان بدي أخوفهم مشان ما يعيدوها مرة تانية. بهالوقت كريم استوعب شو صار وركض عم يبكي على البيت وقال لأمه القصة. الأم جنت وركضت على البحر، لاقت العالم ماسكين فريد، صارت تتحسب عليه وتبكي: حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لك هدول أيتام، لك أنا بعطيك حق السمك بس ليش لحتى تقتل ابني؟ اجت الشرطة وأخذت فريد وتوقف على ذمة التحقيق. من بعدها صارت تجي جاهات من أهل فريد لعند أم يزن: اسقطي الحق الشخصي ومندفع لك الدية، وهي ترفض وتقول: ما ببيع حق ابني أبدا. بس بعد كم شهر وبعد ما بردت فورة الغضب اتدخلوا ناس ووسايط وقالوا له: يا أم يزن، الزلمة ما كان قصده، ويلي توفى الله يرحمه، وانت عندك ولد تاني، خدي الدية كرمال تربيه وتعلميه أحسن تعليم. وبعد محاولات كتيرة وافقت وأخذت الدية،
وتنازلت عن الحق الشخصي، وضل فريد بالسجن لحتى يقضي الحق العام. يزن كرست حياتها لابنها كريم، لكن كريم ما نسي، ضل بباله مشهد أخوه يزن وهو عم يغرق قدامه. كريم انقهر وحط بباله أمي قبلت الدية أو ما قبلت، أنا بس أكبر بدي آخد بتار أخوي وأنتقم من يلي قتله. ومرت السنين وكبر كريم وصار عمره 18 سنة، شاب محترم وأخلاقه عالية والكل بيحبه. صار يشتغل ويجمع مصاري لحتى اشترى مسدس بالسر، وبدأ يسأل ويدور عن فريد، وعرف انه فريد طلع من السجن من فترة وما رجع لضيعته، وسكن بقرية تانية مجاورة. صار كريم يروح كل يوم على هديك القرية يراقب فريد ويدرس تحركاته بدون ما يحس عليه، ولاحظ انه فريد بينزل على صلاة العشاء بمسجد الضيعة. فقرر كريم بس ينزل على صلاة العشاء والشوارع عتمة بستناه، بس يطلع من الجامع بطر قرصاصة وباخد تار أخوي وبهرب. وباليوم الموعود دخل فريد على الجامع، وقريب من الجامع كان في نهر عم تمشي فيه مي بقوة لأنه الدنيا كانت شتاء وحواليه شجر وعتمة. تخبى كريم بين الشجر ومسك مسدسه وعم يستنى فريد ليطلع لحتى يخلص عليه. وفجأة وهو عم يستنى بين الشجر بالعتمة بيسمع صوت طفل صغير عم يبكي ويصرخ بحرقة وخوف: بابا بابا. لفت نظره الصوت الدنيا لأنه كانت شتاء وما في بيوت قريبة من هالمكان. لحق الصوت لجهة النهر، ولا بيشوف طفل صغير عمره شي 5 سنين بقلب النهر الماشي بسرعة، متمسك بخشبة صغيرة وعم يجرفه التيار وهو عم يبكي ويصرخ بابا. كريم بدون ما يفكر تحركت مشاعره وتذكر منظر أخوه يزن لما كان عم يغرق بالمي وما قدر ينقذه بوقته. ركض كريم فورا ونزل على طرف النهر وسحب الولد الصغير وطلعه من المي وضمه لصدره وهو عم يرجف من البرد والخوف. أخده كريم على الجامع، بس ما كان في غير الشيخ وكم زلمة، وقال: يا جماعة لقيت هالصغير بالنهر، بتعرفوا أهله شي؟ قالوا له: لا والله ما بنعرفه. فقال لهم: أنا رح أخده معي على البيت لحتى يدفى ويهدى، وانتبهوا إذا أي حدا بيسأل عنه خبروني. أخده كريم على بيته، شافت أمه الولد مبلل وعم يرتجف، ركضت لعند الجيران استعارت له تياب ولبسوه ياهن ودفوه وطعموه. الولد المسكين من الصدمة نام فورا. قعدت الأم مع كريم وسألته: من وين جايب هالولد يا كريم؟ هون كريم اعترف لأمه وقال له: يا ماما، بصراحة أنا كنت رايح أقتل فريد وآخذ بتار يزن، وكنت متخبي عند الجامع وسمعت صوت هالولد بالنهر وتذكرت يزن كيف غرق. الأم انصدمت وبكت وقالت له: شايف يا ابني، شايف تدابير رب العالمين؟ الله بعتك لتنقذ روح بدل ما تزهق روح. الدم صعب يا ابني، لا تضيع حالك وتضيعني بعد ما خسرت أخوك. كريم بوقتها دمعت عيونه وقال لأمه: خلص يا أمي، بوعدك أني أشيل الفكرة تبع الانتقام من راسي تماما. تاني يوم أخذ كريم الولد الصغير وراح على الضيعة لحتى يشوف إذا أهله عم يدوروا عليه. وهنيك عند الجامع شاف فريد قاعد لحاله وحزين والدمعة بعينه. قرب عليه وفريد بوقته ما عرفه لأنه كبر وتغيرت ملامحه. كريم سأله: خير عمي، شايفك زعلان؟ فريد جاوبه: يا ابني، قصتي قصة، بزماناتي قتلت ولد يتيم بالغلط وكنت بدي بس أخوفه، وأمه للولد دعت علي ودخلت السجن، ومن وقتها ما عم أقدر أسامح حالي وعم استغفر ربي كل يوم. هون كريم اطلع فيه وقال له: عمي، أنا كريم أخوه ليزن يلي قتلته. فريد بس سمع الاسم نزل على رجلين كريم ويبكي ويقول له: أبوس إيديكم سامحوني، أنا زلمة كبرت وخايف قابل ربنا وأنا قاتل نفس. كريم قال له: خلص يا عمي، مسامحك يا عمي، أنا مسامحك، الله يسامحك، أنا كنت جاي أنتقم منك، بس الله بعت لي ولد أنقذته ووعاني، والحمد لله يلي ما تلوثت إيدي بالدم. بعدها كريم أخذ الولد لعند شيخ الجامع وراحوا يسألوا عن أهله وعرفوا مين أبوه. دقوا الباب، طلع الأب وبس شاف ابنه عايش بلش يبكي ويضمه ويبوسه، والأم كمان طلعت. بس الغريب إنه الولد الصغير أول ما شاف أمه تمسك بأبوه وصار يصرخ بحكي واضح ومفهوم: هي يلي رمتني بالنهر، هي يلي رمتني بالنهر. الكل انصدم بوقته، والحقيقة كانت إنه الولد كان عنده مشكلة بتأخر النطق وكان عمره 5 سنين وما بيحكي غير كلمات بسيطة،
والأم القاسية من كتر ما العالم كانت تحكي عليها وعن ابنها إنه ما بيحكي كانت تضربه وتفج غلة فيه، ولما يأست منه انتهزت فرصة غياب الأب وأخذت الولد ورمته بالنهر مشان تخلص من حكي الناس وتدعي إنه ضاع. الأب لما عرف الجريمة يلي عملتها مرته طلقها فورا وطردها لعند أهلها. وبعد فترة كريم ضل يتردد ويزور هالصغير ويهتم فيه لأنه حس ريحة أخوه يزن فيه، وتطورت الأحداث وبعد سنين سبحان الله كريم تزوج من صبية من قرايبين هالولد الصغير، والأم الشريرة من كتر عقدها النفسية راحت بعد فترة ورمت حالها بالنهر وغرقت. وفي الختام سبحان مغير الأحوال، شاب طلع من بيته حتى يقتل وينتقم، فرجع وهو منقذ حياة إنسان، ولو ما سمع صرخة هالطفل كان خسر دنيته وآخرته. فلا تخلي لحظة غضب تقرر مستقبلك، لأنه الله قادر يبدل طريقك بلحظة لو فتحت قلبك للخير. وتذكروا دائما من أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعا، ويلي بيزرع خير مهما طال الزمن رح يرجع الخير بطريقة ما بيتخيل أبدا. والسلام علينا وعليكم.